السلام عليكم ومرحبا بكم معنا على قناة شهيوات ناعمة المعشية. اليوم ان شاء الله غنقدموا لكم طريقة تحضير لي بات بالكالامار اللي تتحضر بطريقة بسيطة وسهلة بزاف وتتجي لذيذة في المذاق. بقاو معنا باش نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا الاكلة ديالنا، عندنا 200 غرام من لي بات، زيت الزيتون، الملح، المعدنوس، قياس 250 غرام من الطوماط شيريز، 300 غرام من الكالامار، وعندنا 2 ضروس من الثومه، وعندنا فلفله حاره. وبقاو معنا باش نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه غنعملوا زيت الزيتون في المقله، وغنحكو ضرس من الثومه، ومن بعد غنضيفوا الفلفله الحاره، وهي اختياريه، اللي ما تعجبوش ما يعملهاش، ولكن تتعطي اللذه للاكله. وغنشعلوا النار على الخليط ديالنا، وغنضيفوا رجلين ديال الكالامار، ومن بعد غنضيفوا جزره صغيره مقطعه على هذا الشكل. نسينا ما قدمناهاش مع المكونات. ومن بعد غنضيفوا المعدنوس، وغنضيفوا الملحه حسب الذوق. من بعد ما تشحر لينا الخليط واحد شويه غنضيفوا الدوائر ديال الكالامار، من بعد ما تشحر لينا الخليط مزيان دابا غنضيفوا نصف كاس من الماء، ودابا غنغطيو على الخليط ديالنا ونخليوه تيشرب الماء اللي زدنا، ونتلاقاو من بعد. ها هو الخليط ديالنا من بعد ما طاب، وما نفوتوش فيه 4 حتى 5 ديال الدقائق ديال الطياب. وبالنسبه للكالامار نخليه شويه شاد في راسو، ما نخليوش تيطيب بزاف. ودابا غنزلوه من فوق النار. من بعد ما خوينا المقله من الخليط الاول، دابا غنحكو الضرس الثاني ديال الثومه، وغنضيفو 2 معالق من زيت الزيتون، من بعد ما سخن الزيت وتشحرات لينا الثومه دابا غنضيفو الطماطم، وغنضيفو شويه من الملح، وفي نفس الوقت غنعملو لي بات تسلق. من بعد ما خلينا لاصوص ديالنا طيب لمده 4 حتى 5 دقائق، دابا غنضيفو الخليط الاول وغنخليوه فيه شويه ديال لاصوص، ما نخليوش ينشف. من بعد ما سلقنا لي بات غنضيفوهم على لاصوص، وإلا نشفات لينا غنضيفو شويه من الماء اللي سلقنا فيه لي بات. ها هو الشكل النهائي ديال لي بات ديالنا، تيجيو على هذا الشكل، تيجيو لذاذ بزاف في المذاق، ما تشبعوش منهم. تنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وبالصحه والراحه وبسلامه.